اساسيات البيت وما ادراكم من اساسيات البيت. اساسيات البيت لازم تبقى موجوده، اساسيات البيت لازم نعملها، اساسيات البيت لازم نجيبها، اساسيات البيت لازم كل شويه نراجعها. ما نسيبش الدنيا كده ماشيه على طول لغايه ما نتفاجأ ان انا ما عنديش خزين في بيتي، واضطر ابعت عيل يشتري لي حاجه من الشارع او من السوبر ماركت او من عند العلاف. لازم كل شويه تراجع على المطبخ بتاعك، تراجع على التلاجة بتاعتك. لو عندك بنوتة كبيرة بتعمل لك الأكل أو عندك حد بيعمل لك الأكل وانتي مش بتخش المطبخ على طول ومش عارفة في ايه الموجود وايه اللي خلص وايه اللي قرب يخلص، لازم تسألي كل شوية، تسألي يا جماعة الرز قرب يخلص، المكرونة قربت تخلص، إيه اللي موجود، إيه اللي محتاجين علشان نجيبه، السمنة، الزيت. لازم الحاجات دي هي أول بأول تراجعيها علشان ما تتفاجئيش ان لا قدر الله راح تعملي سمنه ولا راح تعملي اكل ولا راح تعملي حاجه مفيش سمنه عندك او مفيش زيت عندك، تضطري تشتري ازازه بمبلغ وقدره. هقول لكم على فكره شراء الزيت، واقول لكم على فكره شراء السمنه والمكرونه والرز، برضو اساسيات البيت، والشاي والسكر والحاجات ده كله يا جماعه اسمه التموين بتاع البيت واساسيات البيت. طول ما الحاجات دي موجوده في البيت انت دماغك رايقه. حتى لو عايزه تعرفي توفري من المصروف هتعرفي توفري من المصروف، هتعرفي تحوشي، هتعرفي تحطي 10/10. لكن لو الحاجات دي مش موجوده او الحاجات دي خلصت على غفله، ازازه زيت ب70 جنيه هتدمر لك اللي انت حوشتيه بقالك 10 15 يوم. وتابعونا وتابعوا الفيديوهات اول باول، ما تنسونوش في اللايك والشير، اشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل اشعار بكل فيديو جديد بنزله. وان شاء الله مع بعضينا كده هنعرف نوفر وهنعرف نحوش، ويا رب الفيديوهات تعجبكم ويا رب الفيديو ينال اعجابكم.